مرحب مرحب يا هلال. سلام حبوباتي، كما العاده ومطبخ دالو دائما يجيكم لي غوسات اللي تحبوهم اللي هما ايكونوميكو بيان سور ريوسي. شوفوا معايا اليوم لي كولا راكم تشوفوا راهي كل حاجه كيلا جيسبر تكونوا عرفتوا هذا لو غاتو. راح نديروا حلوه معروفه بون اللي هي خبزه الباي. شوفوا معايا كيفاش المقادير سهله مهله، نخدموا بالكيله كما راكم تشوفوا لي كولا عندك. هنا عندنا كيله تاع كاوكاو ونوع كوكو محمصين كما راكم تشوفوا، ملحيين شويه في القشين، كيله زيت مخلطه مع السمن ولا كيله سمن كاريمون، وهنايا كيله تاع فلاشابر كما راكم تشوفوا، نص كيله تاع السكر. هما يديروا فيها كيله تاع السكر، مي حنا دائما ننصحكم باش نقصوا من السكر، نص كيله تاع السكر وتجيكم هايله. كيله تاع البيض، وعندنا هنا زوج مغارف تاع نشا، مغارف كبار بيان سور، وعندنا هنايا مغرفه تاع لافاني. وهدايا هاد الانغريديون جديد اللي حندخلو انا في خبزه الباي ويعطينا بنه رائعه وممتع. الفايده تاعو مليحه اللي هو حبه حلاوه وبيان سور باكيتا لا ليفر شيميك. ودوكا نبداو كيف على بركه الله. بون البنات قبل ما نبداو في لاباط واش نديرو؟ نحطوا هذيك الشربات تاعنا على نار قليله توجد. الشربات تاعنا كما كنت قلت لكم ما تاخذش كامل الوقت. واش فيها الشربات؟ فيها كاس ونص تاع سكر من كيله كيما هاد الكيل، كاس ونص تاع سكر، 3 كؤوس تاع ماء. والشربات تاعنا بعد 10 دقائق مور الغليان نطفوا عليها ونحطوها تبرد. نحطوها دو باغ خاطر علاش لازم تكون واجده قبل ما نبداو الكاطو تاعنا هذا. نبداو على بركه الله كيف نخلطوا هذا الكاطو تاعنا. بعد ما جبنا الريسيبيون شوفوا معايا نحطوا البيض ديالنا فوالا هكذا كلش على فوا، ونص الكيله تاع السكر كيما راكم تشوفوا هكذا، نخلطوا بلو فوي. نحطوا كامل لي زانغريديون كيف على فوا ما تخافوش. وهذا الكاطو ساهل ماهل، يعني ما يسحق وقت، ما يسحق جهد، ما يسحق كامل الالات تاع العجن، يعني ني بيتران ني باتور ني والو، جوست لو فوي. حنا نخلطوا دوك هذا البيض هكا كيما راكم تشوفوا بهذه الطريقه كيما راكم تشوفوا هكذا. نزيدوا الزيت ديالنا اللي هي كيله زيت ولا زيت وسمن، ونخلطوه تاني هكذا خلط خفيف. خلطت كامل لي زانغريديون كيف. هاي لاباط تاعنا خلاص درنا كلش كامل لي زانغريديون اللي حطيتهم في الديبي تاع الفيديو هاهم كيما راكم تشوفوا هاهم خلاص خلطتهم كامل. دوك ناخذوا لو مول تاعنا، ناخذوا لو مول ونواسيو الكاطو تاعنا، ندهنوا المول تاعنا ندهنوه بشويه تاع الزيت ولا مارغرين، ونزيدو نديروا له من فوقها شويه تاع فارينه، ونحطوا هاد لاباط تاعنا في لو مول طيب، نحطوها طيب على درجه حراره تاع 190 180 صا ديبون الفوق تاعكم. شعلوا لها غير من التحت كي تنشف، ومن بعد تزيدوا نشعلوا من فوق تحمر لاكوش فوقانيه، ومن بعد نحطوا لها وهي سخونه نديروا لها شربات بارده، ونشوفوا خبزه الباي تاعنا كيف واجده. الكاطو تاعنا هانا حطيناه في سنيوه. انا السنيوه تاعي دهنتها غير بشويه زيت نورمال، وهاني حطيتها وخبطوا لو البلا تاعكم هكايا باش يكون متساوي، وندخلوها للفوق. هاي لك الريزلت تاعنا. شوفوا خبز الباي ولا خبز تونس هاي لك واجده. شوفوا معايا كي ديروا لها هذاك حبه حلاوه زيد لها واحد لوغو ولا غير شباب فور بزاف. شوفوا معايا هاي ليك معسله مشربه. دونك كي طيب خبز الباي تاعكم كي طيب تخرجوا في السنيوه تاعكم لو فوق ديريكتومون هي سخونه وشربات بارده مليح، تعسلوها تشربوها تشربوها تخلوها تشرب بيان. كي تبرد تقطعوها تقسموها. شوفوا معايا كيفاش خفيفه كما راكم تشوفوا، وتقطع لكم مليح. انا نقول لكم ان شاء الله يا ربي تجربوا هذه الوصفه وتنجحوا فيها. ما تنساوناش بالانضمام للقناه، تفعيل الجرس سورتو، ودعمونا بالترويج لهذه القناه. ان شاء الله تنجح وتكونوا يعني نتوما عندكم فضل فيها.